يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا. بنعزي طبعا إخواتنا الفلسطينيين، الله يرحم الشهداء ويعزي أهاليهم ويشفي كل المصابين يا رب. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وأعتقد كلنا بنحبها. ده سمك مكرونة وسمك بربوني اللي هو الصغير، ومعاه رز صيادية اللي هو رز السمك اللي بيتعمل جنب السمك، وعيش طبعا عشان مش بيحب ياكل السمك برز ياكله بعيش، وطبعا الاساسي الليمون. فيلا بينا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه النهاردة. طبعا صحينا الصبح حيرة كل يوم هنعمل ايه، اكل هنسوي ايه، هنتغدى ايه. فالمهم نزلت كده ولقيت بقى الجميل ده في وشي على طول. اول لما شفته قلت لا طبعا لازم هشتريه. ده سمك مكرونة بلدي اللي هو بيتقال عليه السويسي، ومعاه سمك بربوني. الاتنين بصراحة هم عبارة عن تسلية، مش يعني ما بتبقاش اكل قوي، بس هو بيبقى عبارة عن تسلية كده. طعمه جميل جدا. وهو السمك المكرونة بيتغذى اصلا على الجمبري، فبيبقى لحمه طعمه حلو. طبعا انا قلت بتاع السمك ينضفهم لي، بس برضو انا لازم اجي البيت واشيك كده اشوف هو في حاجة مقصهاش، في حاجة مطلعهاش، فلازم طبعا اشيك كده على نظافة السمك. فزي ما احنا شايفين اول حاجة بشوف الزعانف الموجودة زيادة، واذا كان في حاجة مثلا عايزة تتنضف في بطنها او كده، من الاحشاء بتاعتها يعني، بغسلها تحت الحنفية. وكمان بتأكد ان هو طلع الخياشيم بتاعتها. كل الزيادات دي بقصها انا. ودي الزعانف اللي في الظهر وكله. وبعد كده بشطفها. في كمان كام واحدة لقيته هو مش مقشرهم من القشر بتاعهم، انا قشرتهم بنفسي. هي دي واحدة منهم. القشر بتشال بسهولة جدا، يعني هو عكس اتجاه السمك، يعني من الديل للراس بسكينة كده خفيف. وبرضو الزعانف والديل كله. وبغسلها من جوه بتبقى نظيفة وبتبقى زي الفل. نخلي بالنا علشان مخلفات السمك والقشر والحاجات دي كلها ممكن تسد الصرف، فعشان كده انا بعملها في طبق خارجي يعني. نطفت خلاص بقت زي الفل. فانا هخلص بقى الكمية كلها، وطول ما انا بغسل بحطهم في مصفى كده عشان يتصفوا من المية بتاعتهم. الطويلة دي شوية هي المكرونة، والصغننة خالص هي البربوني. صراحة شكلهم جميل قوي، وما بصدق الاقيهم ويكونوا فعلا بلدي، مش مجمدين يعني. هنقلهم بقى في طبق نضيف، وهنبدأ نجهز التتبيلة بتاعتنا. اول حاجة طبعا بحط الثوم. الثوم ده انا مفرزاه، وهحط معاه عصير ليمون من 5 ل6 ليمونات كده، وطبعا ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسمر. وبهرس بقى كل الكلام ده وادعكه كده مع بعضيه. وهنتبل بيه السمك. لازم اخلطهم كويس مع السمك واتاكد ان التتبيله وصلت لكل السمك اللي موجود في الطبق، عشان ما تبقاش واحده يعني متبله وواحده ما فيهاش تتبيله خالص. حطيته في التلاجة بقى وبدأت اجهز الدقيق اللي هقلي بيه. ده كده حوالي ربع كيلو دقيق. حطيت عليه شوية ملح وكمون
وكزبرة برضو وفلفل اسمر، شوية كزبرة تاني، وبعد كده قعدنا نقلبهم في بعض على ما السمك يتبل شوية. بقى ممكن نعمل الرز. دي بصلاية متوسطة وعليها معلقة ملح، معلقتين علشان هما كوبايتين رز، فانا حطيت معلقتين ملح وبدأت ان انا احمر البصل. عايزاها تبقى اغمق من كده شوية. الرز مش منقوع، الرز بس مغسول، هما كوبايتين وسخنت لهم 3 كوبايات مية. لازم المية تبقى سخنة. حطيت بقى الرز على البصل وهقلبه شوية. ده رز الصيادية بأسهل طريقة يعني. هحط بقى مرقة اللي هي مرقة الخضروات، مش مرقة الدجاج. هحط واحدة بس، وهحط كمان معلقتين صلصة وأقلبهم كويس. وعندي هنا شوية كمون، طبعا بحطه في الاخر عشان ما يمررش وهو بيتحمر مع الرز، فبحطه في الاخر واقلب، وبعد كده اضيف المية السخنة على طول. زي ما قلت لكم دول 3 كوبايات مية سخنة، لازم تكون سخنة. هنديله بقى تقليبة كده ونغطيه ونسيبه شوية 3-4 دقايق كده لغاية لما يشرب المية دي، والمية ما تبقاش موجودة على الوش قوي بالطريقة دي. بعد كده افتح تاني واقلبه واوطي عليه النار خالص واسيبه حوالي 10 دقايق ربع ساعة لغاية لما يستوي. اهو المية تقريبا مش ظاهرة فوق خالص، فهوطي عليه النار بعد التقليب واغطيه واسيبه من 10 لربع ساعة او لغاية حتى لما اخلص قلية السمك. هنا بقى زيت سخن والسمك بدأت احطه في الدقيق واغلفه كله بالدقيق. غلفته كده كله بالدقيق وهستنى لما الزيت يسخن وبعدين احط اول شوية. مش هقلب السمك خالص على الناحية التانية الا لما اتأكد ان الناحية اللي تحت اللي اتجاه الزيت خلاص كده احمرت ومش محتاجة تاني تسوية، لان كتر تقليب السمك قبل ما يستوي او قبل ما يحمر ده بيخليه يتهري في الزيت. هو كده فعلا بدأ يحمر معايا، وبدأت اشوف لو محتاج ان هو يتقلب الناحية التانية. لونه بيبقى ذهبي وجميل ومقرمش. هطلعه بقى على شبكة علشان يفضل محتفظ بقرمشته لغاية اخر وقت قبل التقديم. المناديل برضو بتخليه مندي، يعني لو طلعته على منديل ايوه هتشرب الزيت وكل حاجة، لكن هتخليه مندي شوية. لكن الطريقة دي بتخليه يصفي الزيت اللي فيه وفي نفس الوقت يحتفظ بقرمشته. احط انا بقى المجموعة التانية ولغاية لما اخلص كل الكمية بتاعتي. الرز خلاص كده تقريبا استوى، وهنبدأ نغرفه في طبق التقديم.
لازم برضو نعمل له منظر كده، نحطه في بولة وبعدين نقلبه في طبق التقديم الاساسي، هيدينا منظر حلو جدا. يا جماله. طبعا طعمه وشكله روعة فعلا. ندوق بقى. لازم يا جماعة ندوق. واو، طعمه فعلا رهيب، حلو جدا وملحه مظبوط، والسمك كمان مقرمش ولونه حلو جدا، لونه ذهبي كده ومقرمش ومن جوه طعمه حلو، التتبيله كمان مظبوطه قوي فيه. اتمنى تجربوها وبالهنا والشفا مقدما. بشكركم جدا على متابعتكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وميرسي جدا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.